السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جميل جدا، ولازم كل اللي يتفرج كده علينا يكون عنده طاقة واستعداد، لان النهاردة هنقول كلام مهم جدا وهنمشي كده على جدول ان شاء الله كده يعجبكم وتستفادوا منه. طبعا رمضان مش بيبدأ مع اول يوم في الشهر، لكنه بيبدأ من استعدادنا من دلوقتي. النهاردة هشارك معاكم جدول ديني كامل نقدر نمشي عليه علشان ندخل رمضان إن شاء الله وإحنا في قمة النشاط الديني والإيماني. الهدف إن إحنا هندخل الشهر وإحنا مشحونين بطاقة دينية، طبعا هتساعدنا إن إحنا نكمل للآخر. ليه بقى؟ لأن إحنا لو دخلنا رمضان وإحنا ما عندناش طاقة إيمانية، ما تدربناش كده واستعدينا وابتدينا كده نطهر قلوبنا، طبعا هيدخل علينا رمضان واحنا في تنازل. اللي مفرط طبعا في صلاة، او اللي بيصليها متأخر، او اللي راكن المصحف بتاعه ما بيقرأش قرآن، كل ده هيأثر عليكي في دخول رمضان. مش هتقدري ان انتي تعيشي الجو الرمضاني الجميل الديني، لان رمضان طبعا مش ان احنا هنعمل بقى اكل وشرب وعزومات وكلام ده، لا، رمضان هو عبادة. طبعا الايام كلها بتاعتنا المفروض ان احنا عبادة، بس شهر رمضان طبعا انتوا عارفين ان هو يعني الشهر اللي ذكر في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان لازم ان احنا نكون مستعدين ليه، وعشان ما يضيعش مننا. عشان ما اطولش عليكم، تعالوا بقى كده نشوف احنا هنعمل ايه من دلوقتي علشان نكون مستعدين لشهر رمضان. اول حاجة واول جزء عندنا هو القرآن الكريم. لازم ان انت تحددي لنفسك مقدار ثابت يومي، يعني حتى لو صفحة كل يوم، بس كل يوم هتزودي. يعني النهاردة انا خدت صفحة قرأتها، لا بكرة هاخد صفحتين، انا بعده هاخد السورة كلها. فلازم ان انت بتحددي لنفسك كده مقدار للقرآن ووقت للقرآن انا بقرأ فيه. ممكن ان انت هتقرأي القرآن بعد كل صلاة. يعني انا صليت مثلا الفجر، انا بقعد كده مع نفسي. طبعا الوقت ده ولا فيه شغل ولا فيه اولاد ولا كله، يعني الاولاد نايمين لو اولادك صغيرين او كده، فانت الوقت ده هيكون بتاعك انت. تحاولي ان انت بقى الوقت ده هتقرأي يعني اكبر كده مقدار من القرآن الكريم. هتدربي نفسك طبعا ان انت بتصلي الفجر وبعد صلاة الفجر، انت الوقت ده لغاية الشروق، من بعد صلاة الفجر للشروق عودي نفسك من دلوقتي ان خلاص الوقت ده انا هقعد فيه، مش هضيعه. يعني مش هقوم بعد الفجر وهنام، لا، انا هصلي الفجر وجهدي نفسك. وده طبعا بتؤجر عليه ان انا هقعد من بعد صلاة الفجر لما للشروق هقرأ قرآن وهسبح كده وهذكر ربنا سبحانه وتعالى كده ونذكر الله. يبقى هنا حددنا القرآن، لازم القرآن عشان لما يجي عليك شهر رمضان، يعني في ناس ما بتلحقش ان هي تختم حتى ولو مرة واحدة. فلا، انت لما تقرأي وهتلاقي الموضوع سهل عليكي جدا، وما تقوليش انا ما عنديش وقت، لان سبحان الله القرآن ما زاحم شيئا الا باركه. النقطة التانية ان انت هتجربي تقرأي القرآن بس مع تدبر. يعني كل آية تقفي كده عليها وتسألي نفسك الآية دي بتتكلم في ايه، ونحاول طبعا ان احنا نعمل بيها. يعني لو امر من ربنا عز وجل لازم ان احنا هنعمل بالامر اللي ربنا قال عليه، ولو نهي لازم ان احنا هنجتنب النهي برضو. لو مثلا الآية بتتكلم عن الغيبة والنميمة، لو أنا بتكلم عن حد هحاول أنتهي من الأمر ده تماما. يبقى أنت كده بتصلحي نفسك خطوة خطوة. تعالوا بقى نتكلم في الجزء الثاني. هنخصص 10 دقايق لأذكار الصباح و10 دقايق لأذكار المساء، وده هنحاول كده نجاهد نفسنا وإن احنا نحافظ على الأذكار ونقولها. طبعا هنذكر ربنا سبحان الله 100 مرة، الاستغفار 100 مرة، الصلاة على النبي طبعا عليه أفضل الصلاة والسلام على قد كده
يعني إيه على قد ما تقدري بتصلي على النبي، وكله كل ما كترتي يعني من الصلاة على النبي ده بيكون خير. تعالوا بقى طبعا، لأن الهدف من الذكر هنا إن القلب بيبقى عامر بالذكر طبعا قبل رمضان، واحنا عارفين إن الذكر بيطهر القلوب. تعالوا نتكلم بقى في الجزء الثالث وهو الصلاة. طيب لو في حد مننا بقى بيأثر في الصلاة، لو في صلاة بتفوته ما بتقوميش كده في وقتها، او بتقومي وانتي كسلانة، هتحاولي ان انتي من دلوقتي تظبطي صلاتك. هظبط المنبه بتاعي على صلاة الفجر. طب انا بنام قبل الفجر بساعة ولا بساعتين؟ لا، يبقى هنقعده. يا اما ان انتي تنامي بدري وتظبطي منبهك كده على صلاة الفجر، يا اما ان انت لو انت مش قادره ان انت تنامي بدري يبقى ما تناميش غير بعد صلاه الفجر. المهم ان انت جهدي نفسك ان انت ما تسيبيش صلاه الفجر. يبقى انت هتظبطي امورك وصلاتك من دلوقتي. الصلاه هصليها في وقتها. اول كده ما يحين وقت الصلاه انا بسيب كل حاجه، بسيب اللي ورايا كله وبروح لامر الله سبحانه وتعالى اللي امرني بيه، وهي الصلاه على وقتها. طبعا هنزود سنن. احنا التزمنا اهو بوقت الصلاة وبنصليها في وقتها، التزمي بقى وزودي سنن. يعني مثلا لو انت بتصليش الضحى، صلي صلاة الضحى واثبتي عليها، وخلي صلاة الضحى ده طبعا يعني ما تسيبهاش خلاص بقى. هي بتبتدي بركعتين، صلي على الأقل ركعتين. صلاة الوتر طبعا. ومع الوقت لما بيدخل رمضان هتلاقي نفسك ثابتة على النوافل، والتراويح طبعا هتكون عليكي أسهل. الجزء الرابع وهو الصدقة. اعملي بقى حصالة كده صغيرة في البيت كل يوم، لو بجنيه، لو جنيه واحد. ممكن انت بعد كده هتيجي على شهر رمضان هتفتحيها، ممكن تعملي منها صدقة جارية بسيطة، او هتجيبي منها مثلا مصحف، او هتجيبي كرتونة مية، او هتساعدي حد محتاج. طبعا العطاء والصدقة بتطهر القلب، وسبحان الله بتخلي الدعاء مستجاب. الجزء الخامس اللي هتكلم فيه وهو الصيام، وده جزء مهم جدا. طبعا هنبتدي بقى نصوم اثنين وخميس، التلاتة اللي هم 13 و14 و15 هنبتدي برضو نصومهم. الصيام دوت سبحان الله يعني ده هيدرب جسمك وعقلك على الصيام، ما يبقاش بقى رمضان ليكي مفاجأة. طبعا بتلاقي الناس تعبانة من الصيام، اللي ما صلاش ما صامش كده قبلها وما دربش جسمه كده ونفسه على الصيام، بتلاقيهم اول يوم تعبانين وحاسين بإرهاق. لكن انتي لما تدربي نفسك من دلوقتي على الصيام، سبحان الله يعني مش هيبقى فارق معاكي، هتلاقي الصيام معدى عليكي كده بكل سهولة. وطبعا غير ما احنا عارفين ان الصيام له اجر كبير جدا. يعني انت بتعملي استعداد لرمضان، ومع ذلك يعني ومع ده انت برضو بتؤجري عليه. الجزء السادس بقى هو الدعاء والعلاقة مع الله. هتخصصي بقى لنفسك دفتر كده صغير وتكتبي فيه دعواتك لرمضان. كل يوم اختاري دعوة من اللي انت كتبتيهم وتدعي ربنا في صلاتك، وادعي بخشوع. على الجدول ده من دلوقتي هتلاقي ان الهدف مش ان احنا يعني هنرهق نفسنا، لكن احنا بنغذي قلوبنا، بنستقبل الشهر بقلوب حية. ورسالتنا النهاردة خدي خطوة صغيرة يوميا، يعني لو خطوة صغيرة كده كل يوم هتاخديها، ومع الوقت هتلاقي نفسك مستعدة بقوة لرمضان. أتمنى لو الفيديو عجبكم وتستفادوا منه، وأشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.